تعرف ان في رئيس للنادي الاهلي عمره ما دخل النادي قبل كده؟ ايوه زي ما بقولك كده، والرئيس ده انجليزي مش مصري كمان، هو الرئيس ميتشل إنس. ميتشل إنس هو اول رئيس للنادي الاهلي وتولى رئاسة النادي في 24 ابريل 1907، وهو كان مستشار في الوزارة المالية المصرية في فترة الاحتلال البريطاني. طب هتقول لي اشمعنى سلطان الرئيس الانجليزي ده بالذات اللي تولى الرئاسة؟ يعني هقول لك بسبب نفوذه عند سلطات الاحتلال البريطاني اللي كانت مسيطرة على كل حاجة وقتها. ايه رأيك في الإجابة النموذجية دي؟ ولا ده مدرس تاريخ؟ المهم، وعشان كده استعان بيه عمر لطفي بيك صاحب فكرة إنشاء النادي الأهلي، واللي فعلا قدر ميتشل إنس في تسهيل عملية الحصول على الأرض المناسبة لبناء النادي. وكان كل الاجتماعات اللي بيعقدها ميتشل إنس بتبقى في بيته في الجيزة، لأن ساعتها النادي الأهلي ما كانش لسه اتبنى، وطبعا ما فيش مقر رسمي يعقدوا فيه الاجتماعات، وعشان كده يعتبر أول اجتماع رسمي للأهلي اتعقد في بيت مش في مقر رسمي. واستمر ميتشل إنس رئيسا للأهلي لحد عام 1908، يعني تولى رئاسة النادي لمدة سنة واحدة بس، وقدم استقالته في السنة دي عشان يستعد يرجع لبلاده. وبعد ما خرج من مصر راح لأمريكا واشتغل هناك مستشار اقتصادي لسفارة بريطانيا. وفي سنة 1909 تم افتتاح النادي الأهلي رسميا، وتم دعوته من الأهلي لحضور حفل الافتتاح.